كشفت تقارير صحفية عالمية عن اهتمام أحد عمالقة قارة أوروبا بالتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقد يجمع يوفنتوس بين كل من محمد صلاح نجم ليفربول السابق وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي بعد أن ارتبط بضم صلاح منذ رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، حيث استفسر يوفنتوس عن التعاقد مع عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، حيث يحظى بإعجاب المدرب لوتشيانو سباليتي. استقر مسؤول النادي الأهلي على تجميد ملف التعاقد مع ظهير أيسر جديد وذلك لدعم صفوف الفريق بداية من الموسم الكروي المقبل. وبات المغربي يوسف بالعمري هو الظهير الأيسر الأساسي في تشكيل الأهلي بالموسم المقبل، إلا أن النادي وضع 3 خطط من أجل تحديد بديل يوسف بالعمري في التشكيل الأساسي. ويأتي تجديد أحمد نبيل كوكا لعقده مع النادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية هو أول الأسباب التي جعلت مسؤولي الأهلي يغلقون ملف التعاقد مع ظهير أيسر جديد في ظل إجادة اللاعب المشاركة في هذا المركز. كما يدرس مسؤول القلعة الحمراء استمرار محمد شكري وعدم رحيله مع الاستعانة بكريم الدبيس الظهير الأيسر للأهلي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا. كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن وجود اهتمام متزايد من أندية إنجليزية بالتعاقد مع مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضح شوقي أنه سبق له عرض مصطفى شوبير على عدد من الأندية الإنجليزية خلال الفترة الماضية، إلا أن المفاوضات لم تشهد تطورات ملموسة في ذلك الوقت، قبل أن تتغير الأمور عقب تألق الحارس الشاب في مواجهة بلجيكا بالمونديال. وأشار إلى أن ناديين من الدوري الإنجليزي تواصلا معه للاستفسار عن موقف شوبير وإمكانية التعاقد معه، مؤكدا أن وضع اللاعب التعاقدي يمنحه أفضلية في أي مفاوضات مقبلة، خاصة أن عقده مع الأهلي يتبقى فيه موسم واحد فقط. من جانبه يترقب مسؤول النادي الأهلي عودة مصطفى شوبير من المشاركة مع المنتخب مصر في كأس العالم من أجل فتح ملف تجديد عقده وحسم مستقبله مع الفريق، إلى جانب مناقشة أي عروض رسمية قد تصل للاعب خلال الفترة المقبلة. نفى نادر شوقي ما تردد بشأن حصول أحمد سيد زيزو على أعلى راتب داخل النادي الأهلي، مؤكدا أن الأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأن ما يتم تداوله في هذا الملف مجرد شائعات لا تعكس الواقع. وشدد وكيل اللاعبين على أن الحديث المتكرر عن راتب زيزو يهدف إلى إثارة الجدل بين الجماهير نظرا للاهتمام الكبير الذي تحظى به الملفات المتعلقة بالنادي الأهلي ونجومه خلال الفترة الحالية. كشفت تقارير عالمية عن اقتراب الدولي المغربي يوسف بالعمري ظهير أيسر النادي الأهلي من الرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وافادت مصادر صحفية مغربية عن اهتمام ناديي لانس ونيس الفرنسيين بالتعاقد مع يوسف بالعمري ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب المغرب خلال فترة الانتقالات المقبلة في ظل تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة، حيث يدرس الناديان التقدم بعرض لضم اللاعب الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 1,200,000 يورو من أجل تدعيم الجبهة اليسرى قبل انطلاق الموسم الجديد. بدأ النادي الأهلي خطواته الفعلية لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد في ظل احتمالية رحيل الحارس مصطفى شوبير خلال الفترة المقبلة. ووفقا لمصادر مطلعة فقد توصلت إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مبدئي مع نادي الجونة للتعاقد مع الحارس محمد علاء المتواجد حاليا ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي تحرك القلعة الحمراء في ظل تزايد الاهتمام الأوروبي بمصطفى شوبير بعد تألقه اللافت مؤخرا مع المنتخب في المونديال. وكشفت تقارير سابقة عن وجود اهتمام من أندية أسبانية مثل فالنسيا وجيرونا بضم شوبير، ما دفع الأهلي للتحرك مبكرا لتأمين بديل محتمل في حال رحيله. تواجه إدارة النادي الأهلي أزمة وصعوبات في استخراج التأشيرات لبعثة الفريق لإقامة المعسكر الخارجي المعتاد في أسبانيا أو أي دولة أوروبية، حيث يدرس سيد عبد الحفيظ ووائل جمعة حاليا عدة بدائل بالتشاور مع عموتة. وتم استبعاد تونس بسبب عدم ملائمة الأجواء المناخية الحارة هناك، وهناك مقترحات مرفوعة للإدارة تفاضل بين إقامة المعسكر في جنوب أفريقيا أو مدينة زنجبار التنزانية.